السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. طبعا زي ما احنا شايفين مع بعض كده هنعمل مع بعض البسكوت الجميل ده. طبعا احنا ما يعني مش هنعمل، يعني بدل ما فيش عيد او ما فيش حاجة مش هنعمل بسكوت، لا هنعمل بسكوت. كتير مننا بيبقى قايم من النوم نفسه في كوباية شاي ومعاها حاجة تتاكل، فاحنا هنعمل البسكوت ده هش كده وجميل وخفيف. هنعمله اللي ياكله مع كوباية شاي او كوباية شاي بلبن، حاجة كده مغذية. شايفين الهشاشة بتاعته؟ بيفرق خالص وجميل، احلى من الجاهز كتير مليون مرة. وانت عاملاه في البيت بنظافة وبامكانياتك انتي. فقبل ما نبدأ يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، ويا ريت ما تبخلوش عليا باللايك، لان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو لاكبر عدد من الناس تشوفه. فيا ريت ما تبخلوش عليا اللي يشوف الفيديو ويعجبه. يلا بينا نبدأ. اول حاجة عندي هنا كوباية سمنة. السمنة لازم احطها في التلاجة، بمعنى ان انا لو السمنة عندي عشان احنا يعني السمنة سايحة كده، احطها في التلاجة لمدة ساعة، او احطها في الفريزر لمدة 10 دقايق و... ولغاية ما تمسك نفسها شوية. وعندي كوباية سكر بودر، انا بطحن السكر في البيت. هضرب السمنة ديت مع السكر لغاية ما القوام بتاعها يبقى كريمي كده ويدخل فيها الهواء وتبقى كريمي كده. زي ما احنا شايفين مع بعض كده اللون ببيض كده، اللون ببيض والباقي كريمي خالص قدامنا كده. يعني بكوباية سمنة وبيضة و3 كوبايات ونص دقيق هتعملي احلى بسكوت ليكي ولولادك. يعني كل ما تعملي كل اسبوع مرة هتلاقيه مش واخد منك حاجة. بعد كده حطينا بيضة واحدة، وبدل حطينا بيض يبقى نحط عليه فانيليا. ولازم نخلط البيضة في الخليط ده، نضرب فيها كده لغاية ما تتخلط جامد في الخليط، ما يبقاش اي اثر. وطبعا البيضة لازم تبقى بدرجة حرارة المطبخ، ما ينفعش ابقى احطها في التلاجة واجيبها استعملها هتلاقيها خرزت الخليط اللي قدامك ده وما تلمتش معاك. بعدين عنده ربع كوباية زيت هنزل بيها، وبرضه هخلطها في المكونات اللي قدامي دي لغاية ما تختفي نهائي. وطبعا الخليط اللي قدامنا ده كله داخله هوا زي ما احنا شايفين، وشكله كريمي خالص وملمسه ناعم. يبقى كده خلاص. يبقى عندي هنا 3 معالق لب حليب او لبن، ومعلقة كده ليها نكهة البرتقال. وهخلط برضو المكونات دي لغاية ما تختفي برضو في الخليط، يعني حتى على طول كده ما سافت ما بحس ان المكون اللي انا حطيته اختفى خلاص. بشوف اللي بعده. عندي معلقتين جوز الهند، وطبعا جوز الهند دي اختياري عندك، او انت حابه تحطيها حطيها، مش حابه خلاص براحتك. يعني ده حاجه اختياري مش من الوصفه الاساسيه. خلاص كده جوز الهند اختلطت. هنشوف بقى المكون الاساسي اللي هو الدقيق. هننزل بالدقيق على مرحلتين او 3 مراحل كده. خلاص اول كوباية نخلتها، دي تاني كوباية. هخلط المكونات دي كلها كده، وهنشوف هتحتاج دي ولا لا. ومعلقة بيكنج باودر. وطبعا كلنا عارفين ان النواعم ما بتتعجنش، يا دوبك الخليط الدقيق يختلط في الخليط السائل ده بنوقف على طول، لان النواعم ما بتتعجنش. كده خلاص احنا خلطناها، تلاقيتها لسه عايزة دقيق برضو. حطيت الكوباية التالتة. طبعا انت بتحط فيه دقيق بيختلف من دقيق للتاني، في دقيق بيشرب سوائل ودقيق ما بيشربش، فانت خلي بالك برضو يعني ما تتأيديش بال3 كوبايات مثلا اللي انا حطاهم. لا، ممكن الدقيق عندك يحتاج، هجيب برضو نص كوباية تاني وهزودها زي ما احنا شايفين كده، واقلب العجينة تاني مع بعض. احنا طبعا شايفين حاسين ان العجينة سايلة خالص زي ما احنا شايفين كده، شايفين بس ما بتلزقش في الايد. انا عايزاها كده علشان هعملها في الكيس الحلواني. طبعا ده المشط بتاع البسكوت بتاع العيد، وده ده القمع بتاع بلح الشام. انا هعمل بالقمع بتاع بلح الشام كتغيير. طبعا احنا في العيد بنعمل باللي هو المشط ده. هجيب الكيس كده وهعبي فيه جزء من الخليط اللي احنا عملناه. هنجهز الصواني بتاعتنا كده.
طبعا الصواني ما بندهن، يعني ما بندهنش الصواني اي حاجة. عشان ايه؟ عشان اصلا احنا حاطين السمنة في قلب البسكوت كتير، يعني كوباية السمنة مش محتاجة ان انت تدهن الصواني. زي ما احنا شايفين كده، بننزل بالقمع كده. ادي الصينية الاولانية انا شكلتها. هنشوف التشكيلة التانية، روزتات كده جنب بعضها. يعني هي كلها حاجات سهلة وبسيطة. او ممكن تعمليه زي البتفور براحتك. تعمليه زي ما انا عاملاه كده برضو. التشكيل ده حاجة برضو ترجعلك وزي ما انت حابة يعني. احنا في الاساسي ان احنا عايزين المكونات بتاعتنا تطلع مظبوطة عشان البسكوت معانا يطلع مظبوط. وهكون انا مشغلة الفرن على درجة حرارة 180 لغاية ما يحمر من تحت. افتح الشواية ياخد لون بس من فوق زي ما انتوا شايفين الحمار بتاعه عامل ازاي، وهش خالص اهو. شا- شايفين بيفرق خالص في ايديا ازاي. يعني كلها حاجات سهلة وبسيطة وعملناها ما خدتش مننا 10 دقايق. احلى بسكوت ممكن تعمليه بصراحة. والله يا جماعة يعني بسكوت جميل جدا. اه. بدل انت ماشية بالمقادير المظبوطة هيطلع معاكي بسكوت مظبوط. وازاي نحفظ البسكوت ده؟ هنحطه في علبة محكمة الغلق، يعني ممكن عيشة من الصغيرة دي او علبة بلاستيك تكون لها غطا محكم، تفرشي فيه كيس وتحطها فيه. ويا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، ويا ريت يا جماعة ما تبخلوش عليا باللايك. مع السلامة.